حاجه تانية، وهو امر كان تم الاتفاق عليه منذ فتره، تجديد عقد ياسر ابراهيم وتجديد عقد رامي ربيعه. التجديد لم يكن بالامس، التجديد كان قبل نهائي دوري ابطال افريقيا، وكان الكلام والاجتماعات من بعد نهائي كاس مصر، ولكن لحظه التوقيع والاعلان دي مهمه جدا. النادي الاهلي اعلن بالامس عن تجديد عقد رامي ربيعه لمده عامين قادمين حتى صيف 2025، وكذلك تجديد عقد ياسر ابراهيم حتى صيف 2025. مهم جدا انك تشتغل على فكره الحفاظ على القوام الاساسي والرئيسي، استمرار ياسر ابراهيم، استمرار رامي ربيعه، محمد عبد المنعم راجع من فتره اعاره في فيوتشر وبالتالي تم تمديد التعاقد معاه لحوالي 3-4 سنين جايه، التجديد لحسين الشحات حتى 2026، ولسه في اخبار اخرى خلال الايام القليله المقبله في مساله تجديد عقود عدد من اللعيبه، في مساله التاكيد على استمرار عدد من المحترفين الاجانب خاصه طبعا اليو ديانج، امر متعلق بالاستقرار الخاص بمارسيل كولر المدير الفني السويسري للنادي الاهلي عقب ختام بطوله الدوري العام. هيكون بالتاكيد في الاستمرار مع مارسيل كولر وزياده فتره المشروع اللي بيقوده مارسيل كولر مع النادي الاهلي. كولر حتى الان ما مرش على تعاقده مع النادي الاهلي سنه، الراجل جه في شهر 9 واحنا لسه في شهر 6، يعني بالظبط بقاله ما يقرب من 9 إلى 10 شهور. فال10 شهور بنتكلم على 4 بطولات، وفي التوقيت ده بيقترب من تحقيق الخماسيه. فلو متبقي في عقده سنه، بعد نهايه الدوره هيكون في التفكير في مساله زياده مده هذا المشروع عشان يكون مارسيل كولر عنده مساحه اكتر انه يشتغل ويبدع ويتالق مع الاهلي، وما يكونش فيه كلام على فكره اصل بقى 6 شهور في العقد، اصل لسه اخر سنه، ممكن يكون في عروض من اماكن اخرى، لان الفتره اللي جايه فيها تحديات مهمه. لما يشارك في دوري السوبر الافريقي السوبر ليج، ولما يشارك في كاس العالم للانديه، والنتائج الايجابيه اللي الكل بينتظرها الفتره الجايه، اكيد هيكون في طلب كبير جدا على التجديد لمارسيل كولر. ولكن بعد نهايه الدوري هيكون في تخطيط جيد جدا من قطاع الكره لعدد من العناصر المهمه في قطاع الكره، وعلى راسهم وابرزهم المدير الفني مارسيل كولر.